السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير، رمضان كريم عليكم وعلى كل اللي بتحبوهم يا رب. النهاردة هعمل معاكم القطايف بطريقة سهلة وبسيطة، مش هتشتريها من بره تاني. المقادير بتاعتنا: معلقة من البيكنج باودر، معلقة من الخميرة، كوبايتين ونص من الدقيق، نص كوباية سميد، وتلات كوبايات مية دافية. هنقول المقادير تاني كده واحنا بنحطها في الخلاط. ممكن تستخدمي الخلاط او الهاند بلندر او بايدك عادي اللي انت حباه. اول حاجه كده معانا نص كوبايه من دقيق السميد، ومعانا كوبايتين من الدقيق، كوبايتين ونص من الدقيق منخولين كويس جدا، لازم يكونوا منخولين كويس. ونوع السميد بتاعك ما يكونش خشن، يكون ناعم، ولو خشن تضربيه في الكبة تنعميه ويكون نوع كويس. ومعانا كده رشة بسيطة من الخميرة الفورية، يعني ما تكتريش، يعني نص معلقة صغيرة من الخميرة الفورية بتاعتك. ومعانا كده ربع معلقة من البيكنج باودر، وده بيخلي القطايف بتاعتي هشة وطرية كده وحلوة. دي المقادير بتاعتي. وطبعا هجيب معايا معلقتين من السكر، سكر بودر، سكر حبيبات، اللي انت حباه. وما تكتريش عشان القطايف ما تتحمرش مننا قوي، لان كده كده احنا لسه هنحطها في الشربات. هنحط معلقتين اتنين من السكر للمقادير دي، وهنحط رشة بسيطة من الملح، يعني كوبايتين ونص من الدقيق الابيض، وكوباية او نص كوباية من السميد، وثلاث كوبايات مية دافية، لازم مية دافية، ما ينفعش ميه سخنه ولا ميه فتره، لازم ميه دافيه. ومعانا كده رشه من البيكنج باودر، ورشه من الخميره الفوريه بتاعتي، ومعلقتين من السكر، ورشه من الملح، وثلاث كوبايات ميه دافيه. المقادير بتاعتي سهله وبسيطه، ومكوناتها كلها موجوده في البيت، مش هتغرمك اي حاجه خالص. هنضربه في الخلاط زي ما انتم شايفين كده لمده 5 دقايق، لازم ينضرب في الخلاط كويس قوي، ونتأكد ان الدقيق بتاعي انخلط وبقى كويس جدا. زي ما انتم شايفين المكونات بتاعتي انخلطت كلها كويس قوي، ولا بقت لا سايله قوي ولا تقيله قوي زي عجينه الكوب كيك كده، بس اخف شويه. هنسيبها كده يعني تخمر لمده 10 دقايق، وبعدين نرجع لها كده. نقلب فيها بالمعلقه كده، نطلع كل التخمير فيها كده، ونكون مجهزين طاسه تيفال او جرانيت كده. اهم حاجه يكون طاسه ما بتلزقش، ومولعين عليها النار، يعني لازم درجه الحراره بتاعتي دلوقتي تكون متوسطة، يعني لا عالية قوي ولا واطية قوي. زي ما انتم شايفين هنزل كده بالعجينة بتاعتي او بالسائل بتاعي، زي ما انتم شايفين. خلاص، كل ما يفرغ الهواء اللي انتم شايفينه ده، او الفقاقيع اللي انتم شايفينها قدامكم دي، اعرفي ان العجينة بتاعتك او الخليط بتاع القطايف بتاعك يعني ناجح وحلو قوي وكويس جدا. يعني اول واحدة دي طبعا بتكون التجربة بتاعتنا، بس بتكون حلوة قوي زي ما انتم شايفين، ومش بتاخد منك اي وقت خالص. واهم حاجه الطاسه بتاعتك لازم تكون ما بتلزقش، ما ينفعش نروح نحط في الطاسه بتاعتنا زيت او سمنه او الكلام ده. طاسه كده بدون اي حاجه، واهم حاجه تكون ما بتلزقش عشان تطلع لي القطايف بتاعتي كويسه. زي ما انتم شايفين اول واحده كده طلعت معايا. دلوقتي طبعا هبدا احط بالاتنين، وتقدري تعملي بالحجم اللي انت عايزاه، كبيره او صغيره. زي ما انت شايفه كده انزل بالخليط بتاعي واعمل الحجم اللي انا عايزاه. وشايفين الفقاقيع بتاعتي بدات تطلع اهيا، وكده تعرفي ان العجينه بتاعتك او الخليط بتاعك ناجح وكويس قوي. زي ما انتم شايفين تقدري بقى، عايزه تحمريها من ورا، تديها لون فاتح، لون غامق، إيه اللي انت عايزاه. اهم حاجه كده تطلع لنا قطايف حلوه وجميله، ده اللون اللي انا يعني بعمله على طول. زي ما انتم شايفين كده هنزل معاكم واعمل معاكم واحده كمان. طبعا تيجي كبيره تيجي صغيره عادي، اللي انت حباه تقدري تعملي الاحجام والاشكال اللي انت عايزاه. زي ما انتم شايفين كده مجهزة الفقاقيع فوطة كده بتاعتي نظيفة وطريه وحلوة كده، تطلعي وتكوني القطايف طبعا عليها وتغطيها، ولازم تكوني مغطياها عشان تكون طرية. زي ما انتم شايفين انا مغطية القطايف بتاعتي في فوطة، زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك، دي الكمية بتاعتي كلها، يعني هشة وطرية، زي ما انتم شايفين حاجة كده في منتهى الجمال. يعني انا كنت بعملها وبناكلها من هنا على طول، ما شاء الله. بكوبايتين ونص من الدقيق عملوا لك كل الكمية دي. انا هتوفري طبعا وهتعمليها في البيت، وهتكون موجودة عندك طول شهر رمضان، وهتنجزك على طول بقى. هتعملي كل الكمية في يوم اللي انت عايزاها، هتوفر عليكي وقت كتير ومجهود كبير في المطبخ.
وأهم حاجة، حاجة أنتِ ضامناها. هاعمل معاكم الحشوة طبعًا اللي أنا هاحشيها للقطايف بتاعتي. معايا كده حوالي كوباية كبيرة كده من الجوز الهند الناعم، ومعايا برضه حوالي كوباية كبيرة من الزبيب. تقدري تحطي أي نوع مكسرات أنتِ حاباها، سوداني أي حاجة. وأنا طبعًا هاحط زبيب وجوز الهند بس، فتقدري تحطي اللي أنتِ عايزاه. وهاقلّبهم كده في بعض. ممكن تحطّي عليهم معلقتين سُكّر بودر ومعلقتين عسل نحل كده عشان تمسكي كل المكونات في بعضها كده، عشان مش ما تفكِّش منِّك. بس أنا كده بتكون كويسة معايا أوي، ما باحطّش أي حاجة خالص. وهابدأ أحشي معاكم كده زي ما أنتم شايفين. أحط الكمية المناسبة بتاعتي في القطايف واحشي، وزي ما أنتم شايفين باضغط عليها أوي وباحطها عشان ما تفكِّش معايا. وطبعًا ما بتفكِّش معايا خالص كده، بتكون حاجة كده جميلة وحلوة. زي ما أنتم شايفين كده هافضل أحشي معاكم كده وأقفّل، حاجة كده في منتهى الجمال. وزي ما أنتم شُفتوا في الفيديو اللي فات باطلّعها طبعًا على طول من الفريزر وهي ساقعة كده مجمّدة، ما باسيبهاش تفِك طبعًا عشان ما تبوظش منّي، وأقوم قالياها على طول في الزيت. حاجة كده جميلة كده موفّرة، تنجزِك في أي وقت عندِك ضيوف مش عارفة تقدّمي لهم إيه، تطلّعيها على طول تقليها وتحطّيها في السُكّر الشربات. حاجة كده في منتهى الجمال. تعملي بقى بكل الأشكال اللي أنتِ عايزاها، كبيرة، صغيّرة، وسط. كمان ممكن تحشيها جبنة موتزاريلا، ممكن تحشيها لحمة مفرومة، ممكن تحشيها أي حاجة أنتِ حاباها. حاجة كده في منتهى الجمال. اللهم بارك. بكوبايتين ونُص من الدقيق عملت لي كل الكمية ديًّا، ووفّرت عليَّ وقت ومجهود كبير. وكمان بقى معايا من الحشوة بتاعتي اللي أنا كنت عاملاها. يعني حاجة كده في منتهى الجمال. اللهم بارك. جميلة وحلوة ووفّرت عليَّ، ومقاديرها سهلة وبسيطة ومتوفّرة في كل بيوتنا كلّها. يعني حاجة كده في منتهى الجمال. يعني مش هتاخد منِّك أي وقت خالص ولا مجهود في المطبخ. دي كل الكمية بتاعتي اللي عملتها. هابدأ طبعًا أخزّنها معاكم. طبعًا ممكن تحطيها في أطباق بلاستيك، اللي هي أطباق فويل، أي نوع أنتِ حاباه. بس أنا ما كانش عندي أطباق في الوقت ده، فجِبت أكياس اللبن اللي هي الفاضية دي، وبدأت أرصّها عادي كده زي ما أنتم شايفين. وأبدأ أحطها كده في الأكياس بتاعتي وأخزّنها برضه، وبتكون كويسة أوي. زي ما أنتم شُفتوا في الفيديو اللي فات كنت أنا مستخدماها وأنا حاطاها في الكيس. كانت جميلة وكانت حلوة، ما كانش فيها أي حاجة خالص. حاجة كده يعني جميلة. زي ما أنتم شايفين هابدأ أعبي الأكياس بتاعتي كلها. وطبعًا لو أنا هاستخدم منها حاجة دلوقتي ممكن أحشيها برضه كريم شانتيه، قشطة. طبعًا أفتحها كده يعني أقفل من تحت وأسيب حتة من فوق كده مفتوحة، وأبدأ أحشيها يعني زي ما أنتم حابين. وأعملها يعني بالجبنة الموتزاريلا وأقليها وأسيبها كده، واللحمة المفرومة برضه بالكبد، بأي نوع خضار برضه أنتِ حاباه، مش شرط بس للحلويات، وبتبقى حلوة وجميلة. حاجة كده اللهم بارك جميلة. يعني من أنواع الحلويات اللي إحنا بنعملها في رمضان، سهلة وكلنا بنحبها. يعني ما أعتقدش ما فيش حد بيحب القطايف خالص، كلنا كده بنحب القطايف. يعني بتكون حاجة في منتهى الجمال. هاعمل الكمية بتاعتي طبعًا ما باحطش كله فوق بعضه. أنا باعمل رصة واحدة كده تحت، يعني أحط فيها 3 أو 4 على حسب حجم القطايف بتاعتي. وأبدأ كده أحط تحت برضه زي ما أنتم شايفين، وباحطها في الفريزر بتاعتي. يعني لو قعدت 4، 5 شهور، قعدت 6 شهور، هتفضل كده معاكِ في التلاجة جميلة، جميلة، جميلة. هي دي الكمية بتاعتي اللي انتوا شايفينها. بعبي الكبيرة مع بعضها والصغيرة مع بعضها، يعني عشان يبقى اما اجي اعملها يبقى كل الاحجام متساوية في الطبق بتاعي. زي ما انتوا شايفين كده حطيت الكبيرة مع بعضها والصغيرة مع بعضها. حاجة كده في منتهى الجمال. يعني الفيديو بتاعنا سهل وبسيط وسريع كده، مش هياخد منك اي وقت ولا مجهود خالص. يا رب الفيديو بتاعي يكون نال اعجابكم. ما تنسوش اشتراككم في القناة واعجابكم بالفيديو عشان يوصل لكم كل جديد.